عرفتوا الإخوان، هاد المواضيع ديال المغرب والجزائر كنحاول ما أمكن ما نهضرش فيها وكنحاول إيفيتيها ما أمكن، ولكن هاد الفيديو استفزني وقلت غادي نعلق عليه. دابا هذا واحد البرنامج جزائري، هاد المقدم هذا كيسول واحد المسؤول جزائري على الانجازات ديالهم في السدود، فبغيتك تشوف معايا الرياكسيون ديالو في الوقت اللي المقدم غادي ينطق بسمية المغرب، مع غادي يسمع سمية المغرب. بغيتك تشوف معايا الرياكسيون ديالو كيفاش غتكون. المهم عند ربي الان 800 مليار دولار اللي نتكلم عليها فيه رانا في المخطط الخماسي الثالث هكذا. فهذه الانجازات الكبرى. انا لما نتكلم على عدد السدود ارتفع من 14 سد الى 74 سد في الجزائر. نتكلم على السدود الكبرى، نتكلم على الحواجز المائيه 2352 سد مائي صغير باش نفهموا مليح. وهذه ما جاتش باطل. المغرب عنده اكثر منكم، عنده الريح. روح عيش في المغرب، عنده السدود، روح عيش عند المغاربه. هو ما عندوش الريح اللي عندكم. روح تعيش عند المغاربه. لا ما نعيش عند المغاربه، انا جزائري اكثر منك. اسمع، لا تعطيني مثال ببلد المخدرات. نعم يبني لنا ويبني بلد المخدرات، ولكن دار السدود اكثر منكم. دار خير منكم، عندها الديمقراطيه. نتعدى عنده الريح. سمعت القلب ضعوف والجسد يضربوا. راه شاهد من أهلها. هذاك المقدم راه جزائري ولد بلادكم، وكيعترف أن المغرب حققت إنجازات كبيرة في بناء السدود أكبر بكثير من الجزائر. فهذه حقيقة حتى واحد ما غادي يقدر يبدلها.